الناس اللي عندها كرب شديد جدا، الناس اللي عايزه فلوس، الناس اللي عايزه رزق، الناس اللي عايزه صحه، الناس اللي عايزه ربنا يغفر لها، الناس اللي عايزه ربنا يرحمها، الناس اللي عايزه اي حاجه حلوه في الدنيا ايا ما كانت هي ايه او في الاخره. الاكيد والحتمي هو الباب اللي ربنا هيكتب لك منه اي حاجه انت نفسك فيها هو الاستغفار والتوبه. اوعوا يا جماعه تستهونوا بطاقه الاستغفار او التوبه. من المميزات الجميله جدا ان الانسان يقعد يكتب الذنوب بتاعته او الكبائر ويعمل لها ورد يومي من الاستغفار ويتوب عن الذنوب والكبائر دي. اوعوا تستهونوا لما تكونوا في محنه او في شده او في كرب بطاقه الاستغفار. ربنا بيقول في القرآن الكريم ايه؟ انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الاستغفار من الحاجات الجميله جدا ومن النعم الجميله جدا اللي والله العظيم وحياة ربنا بيبقى فيه بعدها فتح رهيب 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 رهيب. شوفوا الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلو أي حد بيمر بأي محنة أو أي حاجة اجري جري على طول، صلي ركعتين توبة واستغفر ربنا من أي ذنب أو أي حاجة، لأن كل الحاجات دي بتعمل بلوكات وبتعمل بلوكات في الجسم وبتعمل بلوكات في العقل وبتعمل بلوكات في الحياة أساسا وبتوقف المراكب السيرة زي ما بنقول عندنا كده في مصر.